عمرك فكرت الأماكن اللي بتقدم كورسات تدريبية بتصممها إزاي؟ هل مثلا بتختار معلومات وتقسمها في صورة منهج وتعتمد في المنهج ده على أسلوب شرح الترينر؟ خليني أعرفك على واحد من أفضل المديولز المستخدمة في تصميم برامج تدريبية فعالة، وهو الإيدي موديل. الموديل ده عبارة عن 5 مراحل بنعدي بيهم أثناء تصميم البرامج التدريبية. أول مرحلة هي مرحلة الأناليسيس، ودي المرحلة اللي احنا بنحدد بيها الاحتياجات التدريبية ونعرف بيها الأوبجكتيفز. تاني مرحلة هي مرحلة الديزاين، بنحول الاوبجكتيفز اللي طلعناها من الاناليسز لاوتلاين للبرامج التدريبيه المختلفه. ثالث مرحله هي مرحله الديفلوبمنت، ودي المرحله اللي بنحدد فيها انسب طريقه نقدر نحول بيها الاوتلاين لتريننج ماتيريال. رابع مرحله هي مرحله الامبلمنتيشن، ودي المرحله اللي بنقدم فيها البرنامج التدريبي للمتدربين باستخدام الماتيريال اللي احنا صممناها. واخر مرحله هي مرحله الايفالويشن، ودي المرحله اللي بنقيس فيها مدى فاعليه التريننج بروجرام وتاثيره على مستوى اداء المتدربين. والمرحله دي بتكون مستمره معانا طول فتره الايدي موديل، مش بتبقى موجوده في اخر مرحله بس، عشان اقدر احدد ايه النقط اللي انا محتاج اطورها في البرنامج التدريبي. لو مهتم تعرف اكتر كلمنا واسال عن برنامج الTOT.